الأخبار الموجزة ليوم الخميس. أنقذت القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الوطني عبر مروحية بمقاطعة هرات مساء أمس 4 مهندسين إيرانيين و5 مجاهدين محاصرين بسبب الثلوج الكثيفة. في الربع الثالث من عام 1401 أصدرت محاكم ولاية بكتيكا 381 وثيقة بالإضافة إلى حل 565 قضية. واستشهد وجرح عدد من المدنيين وموظفي وزارة الخارجية في انفجار على طريق عام قرب وزارة الخارجية. وقام وزير الخارجية بزيارة المصابين وقدم لهم مساعدات نقدية. قالت وزارة الأشغال العامة إن طريق سالنج السريع الذي أغلق بسبب العواصف الشديدة وتساقط الثلوج فتح أمام حركة المرور بعد جهود متواصلة من إدارة حماية سالنج ومراقبته. عالج العاملون الصحيون في عيادة سياحية لهلال الأحمر الأفغاني 631 مريضا في الأسبوع الماضي في المناطق والقرى الجبلية النائية في منطقة ناري بمقاطعة كونر. وقدم المشرة الطبية إلى 841 شخصا وتم إرسال 410 مريضا إلى المستشفيات الأخرى للعلاج. أشادت محطة الإذاعة والتلفزيون الوطنية بمبادرة وجهود المهندس الأفغاني لصناعة السيارات محمد رضا أحمد في سلسلة من الاحتفالات الخاصة.